خوفناهم قعدناهم في بيوتهم احنا جينا قعدناهم في بيوتهم لا بجد، هو بص على حسب المناطق يعني. لو اكيد في مناطق في المدينه في الزحمه بتبقى عادي، مدينه زحمه محلات وعربيات وناس رايحه وناس جايه، وفي مناطق متطرفه زي اللي انا قاعده فيها دي هاديه بقى، ما فيش كل واحد بعربيته، ما فيش حد ماشي في الشارع. وبعدين الفتره دي كان الجو ساقعه، في الصيف ممكن تبقى يعني تلاقي ناس بتتمشى، ناس بتجري، ناس بتمشي الكلاب بتاعتها، بيبقى في شويه حركه كده في الصيف. بس هو في الشتاء لا، يعني كله قاعد في بيته، الناس بتزور بعضها بمواعيد مفيش حد بيخبط في حد في الشارع خالص المدارس الحكومي هنا في امريكا مدارس غير دينيه، يعني ما بتدرسش ماده الدين في المدرسه، لا اسلامي ولا كاثوليكي ولا يهودي ولا اي نوع من انواع الديانات. عايز تعلم ابنك دين او توديه مدرسه دينيه، يبقى هتوديه مدرسه خاص، اللي هي تبقى مدرسه اسلاميه كاثوليكيه على حسب نوع المدرسه. هناك بيعلموا ماده الدين وعاداتنا وتقاليدنا بقى، ودي مدارس خاصه. لكن المدارس الحكوميه في امريكا بتعلمش دين، ده دورك انت، دي تربيتك انت بقى في البيت، تتعلم بقى عن ديننا وعن قرآننا وعن اسلامنا وعن عاداتنا وعن تقاليدنا العربيه وعن هويتنا، ده دورك انت. عقوبات مره واحده مين اللي هيعاقبني عشان لابسه الحجاب؟ هنا في حريه دين، حريه عقيده، فيه الكنايس وفيه الجوامع. يوم صلاه العيد رحنا نصلي العيد، شرطه البوليس واقفه على باب الشارع بره عشان احنا كنا عدد كبير وناس تجمع كبير، تنظم لنا اليوم وعشان الامان وعلشان الطريق واللي بيعدي واللي بيعمل. محدش هنا يقدر يعاقبك علشان بتمارسي دينك بحريه، محدش هنا يقدر يقولك اقلعي الحجاب، ممنوع قانوني ان حد يقولك لا انت مش هتشتغلي في الوظيفه دي، معلش اقلعي لنا الحجاب. انا شغاله في هيئه حكومي، يعني لو في حاجه زي كده كانت تبقى هم اولى ناس يقولوا بيها، لا معلش احنا الموظفين بتوعنا ما بيلبسوش حجاب. كنت انا موجوده، ولما رحت كان في واحده لسه سايبه الشغل ونقله في مكان تاني، هي يعني سابت الشغل، عرفت انها برضو كانت محجبه. الفكره دي مش موجوده، فكره ان انا ابقى عينك الناس الطبيعيه النورمال، يعني عينك كده اقول لك انت معلش اقلع الحجاب، او يبقى في عنصريه كده. انا عن نفسي ما شفتش عنصريه هنا خالص في اي اجراء من ساعه ما دخلت البلد. كل خطوه عملتها لحد اللحظه اللي انا فيها دي انا ما شفتش عنصريه. في ولايات فيها عنصريه عن التانية الله اعلم، في ناس بتشتكي من العنصريه في مواقف معينه ممكن، بس دي حالات فرديه، لكن قانونا هنا في الدوله ما حدش يقدر يمنعك من ممارسه ديانتك باي شكل كان.